عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم قريشلات بنانين بلديين كيجيو يا سلام. تبعوا معي الطريقه. غادي نعطيكم المقادير ديال كيلو ديال الطحين. غادي نحتاجو كاس ديال السكر ما يعادل 200 غرام، وكاس ديال الزيت، وغادي نزيدو 2 معالق ديال الجنجلان، ومعلقه ديال حبه حلاوه، وغادي نزيدو معلقه ديال الملحه، وبيضه وصفر ديال البيضه، وغادي نزيدو خميره الخبز وواحد خميره الحلوى، و200 مليلتر ديال الحليب، ونص كاس ديال المزهر، و2 معالق ديال الزبده. مهم فاش تعجنوا العجينه ما تكونش ثقيله، تكون خفيفه. الا شفتوها ثقيله زيدوا لها شويه ديال الماء تجي خفيفه. المهم كيف ما قلت لكم عطيتكم المقادير ديال كيلو ديال الطحين. ما حدي كنخلط العجين ديالي وانا كنكب الزبده. صافي دابا غادي نعجنوها مزيان، كيف قلت لكم يعني تجي العجينه خفيفه. من بعد ما عجنتها دابا غادي نديرها في الطاسه ونخليها تخمر. ها هي العجينه دابا خمرات، ها نتوما كنقطعهم كواري، كل واحد يديرهم العبار اللي بغا. انا غادي نديرهم صغيورين. لما كملتهم بالتكوار غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه، ومن بعد غادي نقرصوهم. من بعد ما ارتاحوا شويه غادي نقرصهم غير شويه، وملي غادي نقرصهم غادي نخليهم يخمروا. فاش يخمروا وانا معاكم. من بعد ما خمروا دابا غادي ندهنهم بالبيض. بسم الله. من بعد ما دهنتهم بالبيض غادي نزوقهم دابا بالجنجلان وباللوز افيلي. ها نتوما
من بعد ما زوقتهم دابا غادي ندخلهم الفران يطيبوا. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديالهم. هانتوما كي جاكم، هانتوما كي جاكم الشكل النهائي. شوفوا بالصحه والراحه، وما تنساوش تخليو جنب المتابعه باش يبقى يوصلكم جديد. باي باي.